بيكم في بودكاست Behind the Business. أنا منى الله، وهنا بنحكي قصص الشركات الكبيرة مش بنحب نعرفها، قصص عن النمو السريع والقرارات المصيرية. الحلقة دي عن شركة مصرية اتقدمت في الإعلام إنها حل ثوري لتوزيع منتجات في مصر. جمعت استثمارات وصلت لأكتر من 25 مليون دولار. كان الكل بيقول بريمور هي المستقبل، بس في 2023 الشركة أعلنت إن هي تقف، واللي حصل ورا الكواليس كان أغرب من المتوقع. فكر كده معايا، مصر فيها آلاف المنتجات المحلية كويسة، بس مش بتوصل للمستهلك بسهولة. في ستات في كل محافظة نفسها تشتغل وتكسب، بس مفيش فرصة واضحة. بريمور جت تحل دي ودي في نفس الوقت. ببساطة لما جيت تربط المنتجين المحليين بالسيدات اللي بيوزعوا المنتجات دي جوه مجتمعاتهم. يعني بدل ما الشركة تشحن لهايبر ماركت، بتبيع عن طريق شبكة موزعين أفراد معظمهم ستات، وده يخلي السعر أوفر والدخل يروح لحد فعلا محتاج. الفكرة كانت عبقرية والموديل كان انكلوسيف جدا. في وقت قصير بريمور كانت بتضم آلاف الموزعين وكانت بتتوسع في المنتجات. وفي 2021 جمعت بريمور جولة تمويل ب3.5 مليون دولار. وفي 2022 أعلنت عن أكبر جولة تمويل في مجالها 25 مليون دولار. بدأت تظهر في المؤتمرات، رواد الأعمال بيتكلموا عنها كمثال للنجاح المصري. وكان في حلم إن بريمور تبقى أمازون محلي، لكن بطريقة مصرية. وهنا بدأت المشاكل. المشكلة ما كانتش في الفكرة ولا حتى النية، لكن زي شركات كتير سرعة التوسع كانت أكبر من قدرة التشغيل. طيب تعالوا نشوف ايه اللي حصل. أول حاجة إن البيزنس موديل مرهق، انت تتعامل مع آلاف الموزعين، كل واحدة ليها احتياج مختلف. التشغيل صعب واللوجيستكس كان أعقد. تاني حاجة عندي إدارة المخزون. في الموديل زي ده لازم يبقى عندك سيطرة قوية على التخزين والتوزيع، أي تعطيل بيأثر على ثقة الموزعين. تالت حاجة الشيرن ريت كان عالي، كتير من الموزعين ما كملوش لأسباب زي قلة الأرباح أو مشاكل في الطلبات، وبالتالي كان في ضغط مستمر على اكتساب موزعين جداد. رابع حاجة الحرق سريع للتمويل، التوسعات والتوظيفات والحملات صرفوا كتير جدا بسرعة بدون ما يكون في عائد يوازن مصروف. في وسط ده كله الاقتصاد ابتدى يتراجع، الدولار بقى غالي والتضخم زاد، وبدأوا المستثمرين يقلقوا. اللحظة بقى اللي الكل سكت فيها في 2023 بريمور أعلنت إنهم بيوقفوا العمليات. الشبكة اتقفلت والناس اتفاجئت. ازاي شركة بتقدم كأنها قصة نجاح ملهمة تختفي فجأة كده؟ طب تعالوا نشوف لو كنت مكانهم كنت عملت ايه. أنا مؤمنة إن الفكرة عظيمة، لكن كان لازم التوسع يكون أبطأ، مبني على نتائج حقيقية. كنت هركز على بناء نظام تشغيل داخلي قوي، وأتأكد إن كل مرحلة ماشية بشكل مستقر قبل ما أكبر. كنت أبدأ في إنشاء مصادر دخل إضافية زي كورسات تدريبية للموزعين، نظام اشتراك بريميوم للي عايزين دعم وتسويق، شركات مع المصانع تدي بريمور نسبة من أرباح البيع بدل التكاليف المباشرة. طب تعالوا نشوف الدروس اللي اتعلمناها. مش كل توسع معناه نجاح، مش كل تمويل معناه أمان، وإدارتك للتشغيل أهم من البروباجندا. بريمور علمتنا درس مهم، لما الموديل مش مستقر التوسع مش هيساعد، هيغرقك أكتر وهيغرقك أسرع. أنا منة الله، وده كان بودكاست Behind the Business. لو عجبتك القصة شاركها مع أصحابك، وأشوفكم في حلقة جديدة من Behind the Business.